للحديث أكثر عن قانون العفو العام الذي يناقشه البرلمان العراقي حاليا، نستضيف معنا في استوديو الثامنة المستشارة القانونية آية الزهاوي، وسنناقش معها تفاصيل هذا القانون وما يمكن أن يعنيه تطبيقه على أرض الواقع. نرحب بك في الاستوديو سيدة آية. بداية، ما هو الإطار القانوني والدستوري الذي يستند إليه تعديل قانون العفو العام في العراق؟ مبدئيا القانون العفو العام هو كأي قانون يصدر عن السلطة التشريعية ومن ثم يتم طرحه على البرلمان بغية أخذ الموافقة عليه، ومن ثم يعرض على رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وفقا لأحكام المادة الفقرة 73 من أحكام الدستور العراقي، ومن ثم يعرض في الجريدة الرسمية لتطبيقه. طيب سيدة آية، ما هي المعايير التي يتم على ضوئها تحديد المشمولين بالقانون من عدمهم من الآخرين؟ مع الأسف لحد الآن إيش قد صدرت قوانين عفو عام في العراق ما عندنا معايير ثابتة نستند عليها لنحدد فئة المشمولين بهذا القانون، وهذا خطأ جوهري جدا كبير. فمثلا لكن هناك عرف تشريعي نستنبطه من قوانين العفو السابقة، مثل قانون عفو اللي صدر بسنة 2016 في المادة الرابعة منه استثنى فئات معينة من شمولهم بقانون العفو كالإرهاب، كالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، الجرائم الجنسية، استخدام كاتم الصوت في الأسلحة النارية، وإنما كوجود معايير ثابتة فإحنا ما نمتلك أي معايير. طيب، ما هي التحديات القانونية المحتملة يعني التي يمكن أن تواجه تطبيق قانون العفو العام؟ حقيقة ماكو أي تحديات، لأنه أنت بس تصدر قانون ويوافق عليه البرلمان ومن ثم رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، سيتم تطبيقه بكل سلاسة، وذلك عن طريق السلطة التنفيذية بمساهمة السلطة القضائية. تقوم هذه السلطتين بوضع آليات لتطبيقه وتنفيذه. طيب سيدة آية، باعتبارك مستشارة قانونية، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع جدلية المخبر السري؟ هذه الجدلية الأزلية المختلف عليها ما بين الجميع، ما بين من يقول بأنني ملزم بحماية مصدر معلوماتي وما بين المعترض الذي يقول بأن المخبر السري قد يكيل تهم كيدية للمتهمين وبالتالي يزجون في السجون بباطل، تهم باطلة. كيف يمكن قانونيا حل هذه المعضلة؟ طبعا في هذه الحالة هنا احنا نكون أمام شقين، المخبر السري والتهم الكيدية. بخصوص المخبر السري نظم أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بشكل تفصيلي. المخبر السري هو شنو؟ هو مجرد استدلال احنا عن طريقه نقدر نوصل الى ادله اخرى، ففي حال احنا وصلنا الى ادله دامغه تثبت التهمه بناء على اقوال هذا المخبر، انتهينا، احنا امام جريمه ويتم محاكمه الشخص امام القضاء. واما في حاله ما استدلينا على ادله اخرى تثبت صحه اقوال هذا المخبر، فانه اقوال المخبر تكون غير ما لها اي قيمه قانونيه. وبخصوص التهم الكيديه فهذا حالات شائعة في جميع المجتمعات وليس فقط في العراق. بخصوص الإخبار الكيدي أو الشهادة الكاذبة أو تضليل القضاء، هذه كل وحدة على حدة تم تنظيمها بمواد قانونية في قانون العقوبات. طيب، في حال يعني صدر قانون العفو العام وخرج بعض المجرمين من السجون، هنا ما هي الضمانات القانونية التي يجب أن تتوفر لضمان عدم عودة الأفراد مرة أخرى الذين يشملهم قانون العفو العام إلى الأنشطة الإجرامية؟ طبعا من وجهة نظري أنا جدا ضد تشريع قانون عفو عام، خاصة قانون العفو اللي صدر من مكاننا احنا من العراق، لأنه بالدرجة الأساس قانون العفو لما يتصدر ده يشمل فئتين، اللي هم منه اللي هم المحكومين واللي هم المتهمين اللي يكونون بعدهم في طور التحقيق بعد ما منحين إلى المحكمة المختصة حتى احنا نشوف ان هم أبرياء أو فعلا متهمين. بخصوص المحكومين هم أكيد عندهم بها استفادة، لأنه يكونون قضوا فترة معينة في المؤسسات الإصلاحية، صار لهم برنامج تأهيلي يقدر يرجع إلى المجتمع كفرد صالح. وإنما بالنسبة إلى الأشخاص المتهمين اللي أوراقهم بعدها منبت بها من قبل المحاكم المختصة، هنا احنا هم راح نحرمه من انه ممكن اذا يكون بريء يقول اني شخص بريء، راح بدل ما يقول انا شخص بريء راح يقول اني شخص متهم بس طالع بقانون عفو. وهم اذا يكون هو فعلا ثابت عليه التهمه، احنا ما راح نفسح المجال الى السلطات المختصة انه تدعى في مؤسسات إصلاحية ووضع برنامج تأهيلي لإصلاحها.
طيب سيدة آية، المعترضون على إقرار قانون العفو العام لديهم وجوه ربما تكون قانونية منسجمة مع القانون لتبرير اعتراضاتهم على هذا القانون. إحدى هذه الوجوه هي المختلف عليها طبعا، هل تعاد محاكمة المدان أم تعاد إجراءات التحقيق كاملة مع المدان لكي يتبين براءته من عدمها؟ ما هو التبرير القانوني من وجهة نظركم لهذه الاختلافات؟ هو هذا أنا هسه ذكرته، أنه قانون العفو من وجهة نظرنا إحنا كقانونيين لابد أن يشمل فقط الفئة المحكومين اللي تم النظر في أوراقهم من قبل المحكمة المختصة وأخذت الإجراءات القانونية كاملة. يعني لا سبيل قانوني لإعادة مجريات التحقيق كاملة؟ لا ماكو، ما عندنا نهائيا مطلقا، لأن هو يشمل فئتين معينة اللي هم المحكومين واللي هم المتهمين. لذلك قبل شوية مثل ما تطرقنا أنها إحنا ما عندنا معايير ثابتة لإصدار قانون عفو عام. هاي المعايير اللي إحنا نحكي عنها لازم يحدد الفئات المعينة، يحدد آلية تنفيذه على الفئات اللي يشملها، لازم يحدد جسامة الجرائم اللي مشمولة به من اللي ما مشمولة به، وهكذا. طيب ما هو الأثر المتوقع لهذا القانون على نظام السجون والاكتظاظ داخلها؟ طبعا هذه من المساوئ الثانية اللي قبل شوي مثل ما ذكرناها، انه اذا نلاحظ دائما قانون العفو يتطرق كالسبب رئيسي لاصداره اكتظاظ السجون. هو بدل ما يفكر بمصلحة المتهمين والمحكومين ده يفكر باكتظاظ السجون. لا، احنا لما نصدر قانون عفو عام لازم بالدرجة الأولى ينظر إلى مصلحة هؤلاء الفئات اللي مودعين لدى السجون. هذا من واجب الدولة انه تأمن مؤسسات إصلاحية منسجمة مع المجتمع عددا ونوعا، وبعد ذلك نتكلم بهاي المسائل اكتظاظهم أو لا. المستشارة القانونية السيدة آية الزهاوي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفة عزيزة علينا هنا في استوديو الثامن. شكرا ست آية. شكرا لكم.